السلام عليكم ورحمة الله. فكرة ان انت تبقى معتقد وعندك ايمان راسخ ان لهذا الكون رب يدبر شؤونه، تمام؟ ده في حد ذاته بيعمل لك راحة نفسية، بيعمل لك حالة من الارتياح في كل شيء، في امورك وفي الامور اللي انت بتشوفها قدامك. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى من وقت ما خلق الكون ومن وقت ما خلقنا وخلق الارض وبقى في حياة على الارض، كل شيء مدبر وكل شيء مرتب، وكل الأحداث مترتبة بنتائج بحكمته، وفي النهاية بتنتهي بفوز الحق أو بانتصار الحق على الباطل. وده اللي اتقال لنا في القرآن. انت تبقى مقتنع بالفكرة دي وان كل شيء هيحصل نهايته خير، ده في حد ذاته بيعمل لك ارتياح كده نفسي، وارتياح في كل شؤون حياتك عموما، لان حتى حياتك نفس الوضع. الفكرة بقى هنا في الاختبار، انت وضعك ايه من الاختبار؟ يعني مثلا في حرب في غزة وناس بتموت وناس بتتقتل، وانت وضعك ايه؟ هل هتصبر؟ هل هتفقد ايمانك وتقول ليه الناس دي بتموت بقالها سنتين كده؟ ليه اصلا البلد دي محتلة بقالها اكتر من حاجة و70 سنة؟ ليه في صراعات؟ هل انت هتفقد ايمانك ولا هتصبر وتحتسب وتبقى على ثقة ان كده كده الحق هينتصر؟ دي بقى الفكرة. انت موضوعك فين من الكلام ده؟ هل هتبقى منافق وتنحاز لعدوك؟ ده برضه في ناس وقعت. هو اختبار صعب. والاختبار هنا مش في المواضيع اللي حواليك كمان، بس عليك انت كمان شخصيا. انت نفسك ممكن تخش في مشكلة، تمام؟ المشكلة دي توجهك لحاجة من الاتنين، اختبار، بلاء. يا تضعف وتتحول لشخص تاني خالص بعد ما كنت بترتكب بقى المعاصي والذنوب وخلاص بقى فقدت ايمانك. مثلا حد قريبك مات عزيز عليك، فقدت شغلك، فقدت اي حاجة، بلاء. فهل انت مع البلاء ده هتصبر وتشكر الله سبحانه وتعالى وتعدي الاختبار بنجاح، ولا هتضيع، ولا هتتمعط وتقول لا وليه ومش ليه؟ هي دي الفكرة. انت موضوعك فين من الاختبار. لكن كده كده الكون مدبر والكون سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى مدبر كل شيء بتدابيره وبحكمته. فانت ما تقلقش. يعني مثلا هي غزة هتفضل كده على طول؟ لا، مش هتفضل كده على طول. وغزة اصلا التاريخ علمنا ان هذه الارض دي هتفضل كده ليوم القيامة، هتفضل في صراعات ما بين الاديان والثقافات.